بيبدأ المسلسل بتوماس شيلبي وهو راكب على حصانه في مدينة برمنجهام، وبيجي راجل صيني معاه بنت صينية واللي بتكون ساحرة، وبيأمرها توماس انها تسحر الحصان بتاعه عشان يكسب السبق. وبيكون في الوقت ده توماس قاصد ان الناس تشوفه وهو بيعمل كده عشان يراهنوا على الحصان بتاعه. وبعد كده بيروح توماس المقر بتاع العصابة عشان يقابل اخوه الكبير ارثر، واللي بيكون متضايق جدا من توماس عشان خدعت البودرة اللي رشتها الساحرة على الحصان بتاعه عشان يكسب. وبيقول له لو الحصان كسب بجد هنزعل لانك ما خدتش الاذن من بيلي كيمبر انك تنظم السباق. وبنعرف ان بيلي كيمبر ده يعتبر هو المسؤول القانوني عن تنظيم سباقات الحصانة في المدينة. ومش بس كده، ده كمان عنده جيش من الرجاله والسلاح، وعشان كده حذروا ارثر من اللعب مع الكبار. لكن توماس اعترض على كلامه وفهمه انه ما يتدخلش، لانهم اتفقوا ان توماس هو اللي مسؤول عن اداره شغل العيله بعد رجوعهم من الحرب. وبنروح بعد كده لفريدي سورن، وده واحد شغال في مصنع الفحم اللي في المدينه وواقف بيدعو الناس للشيوعيه. وبنرجع لتوماس وهو قاعد في حانة جارسون، وبيجي فريدي عشان يقعد معاه، وبنعرف انهم كانوا في الحرب مع بعض في فرنسا، لكنهم بيكونوا مش متفاهمين مع بعض. وبيقول له فريدي انه سمع من واحد معرفه في مكتب البريد ان في الفتره اللي فاتت جات لهم رسائل من لندن من الوزير وينستون تشرشل نفسه عن سرقه حاجات تخص الدوله، وكان في قائمه بالاسماء اللي مشكوك فيها، وكان منهم اسمي واسمك. ساعتها قال له توماس انه ما يعرفش حاجه عن السرقه دي. وبنشوف بعد كده العمه بولي وهي بتصوب مسدس على جون شيلبي، وضربته وبتقول له ان نسي المسدس بتاعه وكان فيه رصاص، واخوه الصغير فين كان بيلعب بيه وكان هيضرب عليهم نار، وقالت له انه لو وعدها انه مش هينسى المسدس تاني مش هتقول لتوماس، وادت له المسدس. وبعد كده بيدخل توماس لعمته بولي الكنيسه لانها طلبته هناك، وقالت له اعترف لي، انا سمعت ان في ضابط كبير جاي المدينه لكن ما اعرفش السبب، وانا متاكده انك عارف. وقال لها توماس ان هو كمان سمع ان الضابط ده جاي بخصوص سرقه حاجات تخص الدوله. ولما سالته عن الحاجات دي قال لها انه كان باعت مجموعه من افراد العصابه عشان تسرق عجلات عربيات من المينا لناس كانت طالباهم، لكنهم سرقوا حاجات تانية بالغلط. وقال لها ان الحاجات اللي سرقوها كانت عباره عن اسلحه كتير وذخيره. واتصدمت العمه بولي وقالت له قول لي انك اتخلصت منهم، لكنه قال لها انه محتفظ بيهم في مكان امان. وهنا اتضايقت جدا وعرفته ان الاسلحه دي لو اتقفشت عندهم هيتعدموا كلهم، وقالت له اتخلص منهم. وقال لها توماس تستنى عليه 3 ايام وهيرميهم في مكان قريب من الشرطه عشان تشوف الاسلحه وما تشكش فيهم. بنروح بعد كده لايدا شيلبي وهي بتقابل فريدي سورن، وبنعرف انهم بيحبوا بعض ومتفقين يتجوزوا، لكن مأجلين الموضوع لانها خايفه من اخواتها، ولانهم عارفين ان توماس مش هيوافق، وده لان فريدي شيوعي والشرطه دايما بتطارده. وبنشوف بعد كده بنت هوايه داخله حانة جارسون، وبنعرف ان اسمها جريس، وبتقول لصاحب الحانه هاري انها جايه عشان وظيفه النادله اللي كانت معروضه في الاخبار. واتصدم صاحب الحانه لان البنت كانت جميله جدا وشكلها بنت ناس، وقال لها انت رايقه قوي ومش هتنفعي في الشغلانه دي، ورفض. لكنها قالت له انها اشتغلت في المجال قبل كده وغنت قدامه ونظفت المكان، وفرح جدا لما سمع صوتها الجميل وقرر انه يشغلها، وقال لها ان شرط الشغل هنا انها تكون حافظه اغاني كتير. وفي الوقت ده بيوصل المفتش كيمبل لقسم مدينة برمنجهام، وبيقول لهم خطاب عن الفساد اللي بيحصل في المدينة، وبيفهمهم انه جاي يغير كل ده. وختم كلامه وقال لهم ربنا يكون في عون كل اللي هيقف ضدنا. بعد كده بيكون ارثر في السينما معاه بنتين، وهجم عليه رجاله الشرطه واخدوا له المفتش كيمبل بعد ما ضربوه، لانهم كانوا فاكرين ان ارثر هو رئيس عصابه البيكي بليندرز على اساس ان هو الاخ الاكبر. وتعرف عليه المفتش كيمبل وساله على موضوع السرقه وقال له انه شاكك فيهم، لكن ارثر قال له انه ما يعرفش حاجه عن السرقه دي. وصدقه كيمبل وقال له لو فعلا ما تعرفش حاجه يبقى تساعدني ان انا نلاقي الحاجه اللي اتسرقت، والا هحبسك انت وبقيه العصابه. وسابه يمشي. ونشوف بعد كده توماس وهو رايح يشتري ازازه كحول من الحانه، واول ما شاف جريس استغرب هو كمان ان بنت زيها شغاله في حانه، وقال لها انت لو مش فتاه ليل يبقى ده مش مكانك. وخد الازازه وراح بسرعه عشان يديها لاخوه ارثر واللي كان متصاب ومضروب، وقال له ارثر ان الضابط جاي بخصوص سرقه حاجات تخص الدوله وطالب مننا نتعاون معاه. وهنا توماس راح لرجالته وفهمهم انه غير رايه وانه مش هيرمي الاسلحه في مكان قريب من الشرطه زي ما قال لعمته بولي، وحذره واحد منهم ان الشرطه محضره جيش كامل عشان يجيبوا الاسلحه دي، لكن توماس قال له انه عارف هو بيعمل ايه. نروح للمفتش كيمبل المتحف اللي هو فيه، لكن بنتفاجئ بجريس البنت النادله وهي واقفه معاه، وهنا بنعرف انه مجندها عشان تجيب له كل الاخبار بتاعت عصابه البيكي بليندرز والشيوعيين. وبتقول له جريس انها شاكه ان توماس هو رئيس العصابه مش ارثر، لكنها قالت له انهم دايما مشغولين، وان هي شاكه ان الجيش الايرلندي هو اللي معاه الاسلحه، لكنه اعترض على كلامها وامرها تكمل مراقبتها للعصابه. وبنرجع لتوماس وهو ارثر داخل عليه المكتب ومتعصب، وبيقول له ان الحصان كسب وبكده احنا هنبقى في حرب مع بيلي كيمبر. وبيقول له توماس ايوه بدات الحرب، وفهموا ان الناس اللي هتراهن على الحصان المره اللي جايه هتبقى اكتر، وساعتها هيكسب تاني، وفي المره الثالثه المدينه كلها هتبقى عاوزه تراهن على الحصان، وساعتها هيخسر وهنكسب احنا فلوسهم كلها. وقال له فكر في الموضوع وسابه ومشي. وتاني يوم بيروح توماس واخواته لواحد صاحبه، بيكون صاحبه ده شغال مع عيله غجريه برضه واسمها عيله لي،
ومش بيكون في بين العيلتين تفاهم، وبيحاولوا يستفزوا عائلة شيلبي، وبالفعل الاخوات الثلاثة بيضربوهم، وبكده تكون بدأت العداوة اللي بين العيلتين. وفي الوقت ده بتكون الشرطة بأوامر من المفتش كيمبل بتقتحم البيوت اللي في المدينة على أمل إنها تكتشف أي حاجة عن الأسلحة أو مع مين. وبتكون في الوقت ده أيدا في بيت فريدي علشان كانت بايتة معاه، وقدر فريدي إنه يهربها، لكن رئيس الشرطة شاف روجيت الدكتور في الشقة عند فريدي لحبوب منع الحمل ومكتوب عليها اسم أيدا شيلبي، ومش بيلاقوا أي حاجة عن الأسلحة. وأول ما بيوصل توماس وإخواته بيتصدموا من اللي حصل، وبتقول لهم العمة بولي إن الشرطة فهمت الناس إن عصابة البيكي بليندرز موافقة على اللي حصل، ورغم إن المفروض إن معظم الحانات بتدفع لهم عشان الحماية، إلا إن الشرطة كسرت معظم الحانات اللي بتدفع للعصابة. وقالت لهم العمة بولي يطلعوا يظهروا للناس عشان يفهموهم إنهم مسيطرين على الموقف. وقالت لتوماس ان الضابط عارف ان هو الزعيم وطالب يقابله، لكن توماس رفض انه يروح يقابله وقال لها انا مش هتفاوض معاه الا وانا في مركز قوه. وامر توماس الناس كلها انها تجيب صوره الملك علشان يحرقها، وبعت لواحد من الصحفيين علشان يجي ويسجل الواقع. واول ما حضر الصحفي قال له توماس انهم بيحرقوا صوره الملك مش علشان هم ضد الملك، لكن عشان هم بيحتاجوا على التصرف اللي عملته الشرطه معاهم، رغم ان كل اللي موجودين هنا كانوا بيحاربوا باسم الملك في فرنسا. وساعتها جه تليفون للمفتش كيمبل من وزير تشرشل بيقول له فيه عن الناس اللي حرقت صوره الملك بسبب تصرفه الهمجي معاهم، وحذروا من انه يتصرف معاهم اي تصرف متهور تاني. ولما سأل كيمبل عن الشخص اللي قدم البلاغ، قال الوزير ان واحد حصل على وسام في الحرب واسمه توماس شيلبي، وقفل السكه في وشه. وساعتها المفتش كيمبل كان هيتجنن. وبنرجع للعمه بولي وهي قاعده مع ايدا، وساعتها ايدا اعترفت لها انها حامل في شهرين. ولما سألتها العمه بولي عن ابو الولد، قالت لها ايدا انه شخص كويس لكنها رفضت تقول اسمه. بنشوف بعد كده توماس وهو بيمشي في الشارع مع الحصان بتاعه، لكن بيوقفه واحد من رجالته وبيقول له ان عائله ليه بعتت رصاصه عليها اسمه، وده معناه انهم ناويين يقتلوه. وخد توماس الرصاصه وكمل مشي، لكنه قابل جريس صدفه قدام الحانه، وساعتها جريس طلبت منه يسمح بالغنى في الحانه لانه كان منع الغنى. وهنا قال لها توماس انها شبه البنات الاغنياء اللي بيجوا يتفرجوا على سباق الحصينه، وعرض عليها انه يديها فلوس عشان تشتري ليها فستان جميل، وقال لها انه هياخدها معاه للسباق اللي جاي. وبيروح بعد كده للعمه بولي، واول ما شافته قالت له ان ايدا حامل، وساعتها اتعصب توماس وراح بسرعه لايدا السينما وسالها مين ابو الواد، وقالت له ايدا انه فريدي سورن. وهنا سابها توماس ومشي، وراح للعمه بولي واللي كانت متعصبه منه، وقالت له ان الحصان خسر وانهم كسبوا فلوس كتير، لكنهم كده بقى اعداء لبيلي كيمبر. وقال لها توماس كالعاده انا عارف انا بعمل ايه. واتضايقت منه العمه بولي وقالت له انه مشغول بالسيطره على العالم، وفهمته انه ما يتدخلش في حوار ايدا بالعنف، وانها هتحل الحوار ده بطريقتها الاول. وقال لها توماس انه هيسيب لها الحوار ده لكنه هيتصرف بطريقته لو هي ما عرفتش تحل الموضوع ده بالعقل. روح بعد كده توماس عشان يقابل المفتش كيمبل في مطعم، وقال له توماس انه وافق على مقابلته لانه راجل اعمال وعاوز اعماله تكون ناجحه، وطالما المدينه بتمر بالسلام يبقى اعماله هتفضل ناجحه. وقال المفتش كيمبل يبقى احنا متفقين. وهنا طلع كيمبل الروجيتا اللي لقاها الظابط لايدا في شقه فريدي، وقال له هي اختك بتعمل علاقات مع الشيوعيين، ورد عليه توماس وقال انا اتصرفت خلاص مع اختي في الحوار ده، لكن المفتش قال له انه مطلوب منه يقبض على فريدي سورن. واعترض توماس على كلامه وقال له اعتبر حوار فريدي خلص لانه مش هيرجع المدينه تاني، وانا هخليه اول شرط في اتفاقنا. وهنا ساله المفتش كيمبل وقال له اتفاق ايه بالظبط. ساعتها قال له توماس اول حاجه مفيش حد منكم هيهجم على اماكننا تاني ولا هيبقى في تكسير للحانات. وقال له انه ناوي يوسع نشاطه في السباقات وهيشتغل في تنظيم السباقات بشكل قانوني مع بيلي كيمبر، وطلب منه يكلم مأمور الشرطه ويعرفه انه ما يتدخلش في اي حاجه هو يعملها بعد كده. ولما ساله كيمبل وقال له ايه المقابل، قال له توماس ان عنده الاسلحه اللي بيدور عليها، وفهموا انه اي ناس هو بيثق فيهم انه لو اتقبض عليه لاي سبب الاسلحه دي هتتشحن وهتتبعت للجيش الحكومي الايرلندي، وساعتها اكيد هيعرف الوزير تشرشل ومش هيكتفي في فصل كامبل من شغله. وقال له انت كده كده مش ناقص بعد حوار حرق صور الملك، ووعده ان اول ما يوصل للتوسع اللي هو عاوزه مع بيلي كيمبر هيقول له مكان الاسلحه فين. وساعتها هيبان كيمبل بطل وقال له مش بعيد تاخد وسام عشان هتبقى انت اللي انقذت الموقف. واضطر المفتش كيمبل انه يوافق لانه فاهم انه ما عندوش حل تاني. وبيروح بعد كده توماس عشان يقعد مع اخواته في الحانه، لكن فجاه بيدخل الحانه بيلي كيمبل ومعاه رجاله وسلاح، وبيقول انه بيدور على توماس شيلبي، والناس كلها خافت. ساعتها توماس طلع هو واخواته وقال للناس كلها تطلع بره، وقعد وقال لبيلي كيمبر احنا عائله شيلبي. وقال له كيمبر انا سمعت انكم عصابه، قلت وماله، لكن انتم خنتوني وفهمت انكم مجرد نصابين. وتعصب عليهم وقال لهم انا بيلي كيمبر وانا هنا اللي بدير السباقات، وانتم نظمتم سباق بدون علمي، وعشان كده هقتلكم دلوقتي بدم بارد. وتوماس هنا قام وحدف له الرصاصه اللي بعتتها عائله ليه اللي مكتوب عليها اسمه، وقال لبيلي كيمبر انا وانت اعداء لنفس العيله، وانا سمعت انهم بيسرقوا الفلوس في اماكن الرهانات بتاعتك ورجالتك مش عارفه تسيطر عليهم، لكن انا ممكن اخلصك منهم نهائي واحمي لك فلوسك، وفي المقابل هنشتغل مع بعض في السباقات ومش هخليك تخسر فلوس تاني بسبب السرقه. وعرفوا توماس انه معجب بيه جدا
لانه بدأ حياته من الصفر، وقال له انه هيتشرف جدا بالشغل معاه. ووافق كيمبر على العرض واتفقوا انهم هيتقابلوا تاني عشان يتفقوا على التفاصيل. وهنا فهم اخواته ليه توماس اختار انه يتخانق مع عائلة لي، وعرفوا ان توماس ما بيعملش حاجه الا وهو مخطط لها كويس جدا ودارس ابعادها. ورغم ان توماس وعد المفتش كيمبر ان فريدي مش هيرجع المدينه تاني، الا انه رجع وتقدم لجواز ايدا. ولما قالت له ايدا يلا نخرج من المدينه، قال لها فريدي انه مش هيخرج من المدينه وانه قرر يعيش معاها هنا. واتضايق توماس لما عرف اللي حصل، ورغم انه كان رافض جواز ايدا من فريدي، لكن العمه بولي حاولت تقنعه وقالت له انها هتعمل مع فريدي محاوله اخيره وهتحاول تقنعه يمشي وياخد ايدا معاه. وراحت لفريدي وادت له فلوس وفهمته ان توماس مش هيسكت على وجودك في المدينه، لان وجود شيوعي في العيله هيضر شغلنا. وقالت له انها حجزت لهم تذكرتين لامريكا، وحاولت ايدا انها تقنعه بالسفر، وقال لهم فريدي يسيبوه يفكر في الموضوع. وراح توماس لارثر في الكنيسه لان ارثر كان متضايق، وقال له انه حاسس انه ملوش لازمه لانه مش عارف اي حاجه من اللي بتحصل حواليه، ولا عن السرقه اللي سالوا عنها المفتش كيمبل، ولا عن جواز ايدا بفريدي، وبيعرف كل ده صدفه زي اي حد من الناس، وكأنه مش فرد من العيلة. ساعتها توماس قال له كل حاجة عن موضوع سرقة الأسلحة وعرفه إنها معاهم، ولأن أرثر كان نفسه يبقى صاحب حانة من أيام الحرب، فخدوا توماس وراحوا عشان يشتروا له الحانة بتاعت هاري. وبعد كده راح توماس عشان يقابل فريدي، لكن فريدي صوب عليه المسدس واداله تذكرتين السفر والفلوس اللي اديتهم له العمة بولي، وقال له إنه مش هيسافر. وساعتها توماس صوب عليه المسدس هو كمان، وفهمه إنه مش هيسيب أخته تتبهدل مع واحد شيوعي والحكومة كل شوية بتطارده، وقال له إن هو استغل أيدا عشان يبقى واحد من العيلة عشان يوفروا له الحماية. لكن فريدي اعترض على كلامه وقال له انه مش فارق معاه عائله ايدا وانه بيحبها بجد. وساعتها قال له توماس ان الجواز ده مش هيستمر، وسابه ومشي. وراح للعمه بولي اداها الفلوس اللي اديتها لفريدي، وقال لها من دلوقتي انا هتصرف في الحوار ده بطريقتي. جه يوم السباق وراح توماس عشان ياخد جريس بالعربيه للحفله اللي عاملها كيمبل. وفي الوقت ده بيكون ارثر وجون وبقيه العصابه بيضربوا عائله لي وهي بتسرق من فلوس بيلي كيمبر في مكان الرهانات. ولما بيكون توماس في الحفله بيجي له ارثر ومعاه كل الفلوس اللي سرقوها عائله لي من كيمبر، ودخل توماس على ترابيزه كيمبر بشنط الفلوس وقال له احنا استردنا كل الفلوس اللي اتسرقت منك النهارده، وقال له لو قررت انك تتفق معانا احنا للحمايه هنوفر عليك فلوس كتير. ووافق كيمبر بالعرض واتفقوا على الشغل مع بعض، وخد توماس جريس ومشي. وتاني يوم استغلوا عائله لي غاب عائله شيلبي عن مكانهم، وهجموا على المكان وسرقوا كل الفلوس اللي هناك وكسروا كل حاجه. واول ما عرف توماس واخواته كانوا هيتجننوا، وراح توماس عشان يقابل كبيره عائله لي مع صديقه اللي شغال معاهم. واول ما دخل ادت له كبيره عائله لي الانجيل وقالت له احلف عليه انك مش هتكذب، لكن توماس رفض وقال لها انه مش مؤمن بيه وانه كده كده مش ناوي يكذب. وادالها رصاصه مكتوب عليها اسم كيمبر وقال لها انه ناوي يخونه. واستغربت كبيره العيله وقالت له انا كنت فاكر انكم حلفاء، لكنه قال لها انه ناوي يخونه وانه محتاج عائله ليه عشان تشتغل معاه ويبقوا من رجالته. وهنا قالت له انت جاي تقول لي انك عاوز تخون حليفك وعاوز نثق فيك؟ وقال لها توماس انت قربتي من ناحيه امي، وانا جاي هنا عشان نتكلم في امور عائليه ونبقى عيله واحده. وعرض عليها انها تختار بنت من عيلتها عشان تتجوز اخوه جون، وبتوافق كبيرة العيلة لأن الجواز ده في عرفهم هيمنع الخلاف اللي بينهم للأبد. وبيروح بعد كده توماس عشان يقابل المفتش كيمبل، وبيقول له إنه هيديه عنوان أكبر شيوعي في البلد واسمه ستانلي تشابمان، وفي المقابل يشيل فريدي سورن من دماغه. وتردد المفتش كيمبل في البداية، لكن توماس اقنعه ان تشابمان سمكة اكبر من فريدي بكتير وهيبقى سهل انه يصطاده بمجرد ما هيديله العنوان. واقتنع المفتش ووعد توماس انه هيسيب فريدي في حاله. وراح بعد كده المفتش للعنوان وقبض على تشابمان فعلا بسهولة. وبيروح بعد كده بيلي كيمبل عشان يزور توماس في المقر بتاعه، وبيديله شهادة موثقة بتنظيم السباقات قانونيا. وبيحتفل توماس وبقية العصابة برخصة الرهانات القانونية، وبانهم بقى ليهم مدمار سباق خاص بيهم، ولأول مرة هيبقى ليهم الحق في تنظيم السباقات بشكل قانوني. وبعد كده بياخد توماس جريس للكنيسة وبيقول لها انه مرحب بيها كفرد من العصابة، وانه دلوقتي هيقدر يشتغل بشكل قانوني وعاوزها تبقى السكرتيرة الخاصة بيه. ولما سألته عن السبب قال لها انه مهتم بيها وبسها. وساعتها ما كانش قدام جريس غير انها توافق، لانها رغم انها المفروض انها تتجسس عليه الا انها هي كمان كانت معجبة بيه. وتاني يوم بياخد توماس اخوه جون وبقى افراد العصابة لعائلة ليه عشان يتمموا الجواز. ورغم ان جون ما كانش موافق في الاول الا انه اول ما شاف العروسة عجبته. وبتحضر ايدا واخته وباقي العيلة وبيحتفلوا كلهم بجواز جون وبالتحالف اللي بينهم وبين عائلة ليه للأبد. لكن المفاجأة ان اخته ايدا جه ميعاد ولادتها يوم الفرح وروحوا كلهم عشان تولد في البيت. وقرر توماس انه يسمح لفريدي بانه يحضر الولادة وبعت له عشان يجي. واول ما بيعرف فريدي الخبر بيجي جري وبيحضر فعلا وبيشيل ابنه على ايده.
لكن فجأة بتقتحم الشرطة البيت وبيقبضوا عليه، وبتزعل ايدا وكل الموجودين، وبتروح العمة بولي لتوماس وبتتعصب عليه عشان افتكرت ان هو اللي بلغ عنه الشرطة. لكن طبعا اللي بلغ عنه فعلا اول ما عرف الخبر هي جريس، وبيكون ساعتها توماس مصدوم من اللي بيحصل. وبنروح بعد كده لجريس وهي بتدير حسابات واعمال العيلة في الحانة مع ارثر، وبتحاول تجرجر ارثر في الكلام وبتسأله عن حاجات هي مش فاهمها في الحسابات، وبتقول انا مكتوب عندي هنا اننا بنبعت كل شهر فلوس لشخص المفروض انه مات. وقال لها ارثر انهم زيفوا موته، وهنا قالت له جريس بس انا حضرت الجنازة، وسألته امال مين اللي مدفون مكانه، وقال لها ارثر ما تتدخلش في الحاجات دي وسابها ومشي. وراحت جريس بعد كده عشان تشوف القبر، وساعتها فهمت الاسلحة موجودة فين، وبتبلغ المفتش كيمبل بمكان الاسلحة، وبيروح بعد كده للقبر وفعلا بيلاقي الاسلحة هناك، وبيحضن جريس من الفرحة وبيطلع خاتم وبيطلب منها الجواز. لكن جريس بترفض وبتقول له انه يستحق حد احسن منها، وبيتضايق كيمبل جدا وبيقول لها كل ده عشان خاطر الهمج راجل العصابات اللي اسمه توماس. وبترد عليه جريس وبتقول انا كده مهمتي انتهت واستقالتي هتوصلك لحد عندك، وبتسيبه وبتمشي. وبتروح بعد كده الشرطة بقيادة المفتش كيمبل عشان تقبض على توماس، لكن جريس بتقدر انها تهربه وبتاخده معاها للبيت، وبيدخل المفتش ورجالة الشرطة الحانة عشان يقبضوا على توماس هناك، لكنهم مش بيلاقوه. وبيستسلم المفتش كيمبل وبيقرر انه يلغي عملية القبض على توماس، وبيكتفي بانه اخيرا قدر يلاقي الاسلحة اللي الشرطة كلها كانت بتدور عليها. وبنرجع لتوماس وهو قاعد في بيت جريس واللي بيقضوا يوم حلو مع بعض. وتاني يوم بيروح توماس لارثر وبيديله كارت مكتوب عليه شركة شيلبي المحدودة، وعليه اسامي الاخوات الثلاثة توماس وارثر وجون، وقال له انهم شركاء في الشركة زي بعض وكل واحد فيهم ليه التلت من الارباح. وبيفرح ارثر بالخبر ده جدا. وبتروح بعد كده العمة بولي وبتتكلم مع ايدا، ولان ايدا ما كانتش بتكلم توماس لانها فاكرة ان هو اللي بلغ عن جوزها فريدي، فكانت العمة بولي بتحاول تهدي ما بينهم، وبتقول لها انها عرفت ان مش توماس هو اللي بلغ عنه. والدليل على كده ان توماس قرر انه يهرب فريدي من السجن علشان الشرطة خلفت في وعدها معاه. تفرح ايدا بالخبر وبتطلع هي وابنها لتوماس وهو مجتمع بكل افراد العصابة عشان قرر انه يخلص من بيلي كيمبر النهارده وهياخد مكانه. وبتقول لهم ايدا انها هتسمي ابنها كارل على اسم الشيوعي المشهور كارل ماركس، وبيفرحوا كلهم وبتشكر ايدا توماس وبتحضنه. وبنشوف بعد كده فريدي وهو في عربية الترحيلات عشان هيترحل على السجن، وراكب معاه عسكري وبيقول له انه بعت له السلام من عصابة البيكي بليندرز، وفهموا ان في حد هيجي دلوقتي من العصابة عشان يهربه، وفكلوا الكلبشات. نتفاجئ بواحد من العصابة اسمه داني بيقف قدام عربية الترحيلات اللي فيها فريدي وبيضرب عليهم نار وبيقدر انه يحرر فريدي. وبعد كده بيدخل توماس وجريس الأوضة اللي في الحانة وبيقول لها انه بيحبها وانه خلاص شغله هيبقى قانوني وانه عاوز يعيش معاها بقية حياته. لكن فجأة بيدخل عليه واحد وبيقول له ان بيلي كيمبر عرف بخيانته ليه وجايب رجالة وسلاح وقرر انه يخلص منهم وجايين كلهم على هنا. وبيتصدم توماس لانه ما كانش معرف حد غير افراد العصابة عن خيانته لبيلي كيمبر. وبتقول له العمة بولي ان جريس كمان كانت عارفة، وهنا بنعرف ان دي اخر معلومة قالتها جريس للشرطة، والمفتش كيمبل هو اللي بلغ بيلي كيمبر. وبتقول له العمة بولي انها تتأكد من الموضوع ده بنفسها، وراحت علشان تقابل جريس في الحانة. واول ما قالت لجريس انها شاكة فيها طلعت جريس المسدس وهددت العمة بولي، لكن العمة بولي قالت لها انها مش خايفة منها، وقعدوا واتكلموا مع بعض وحكت لها جريس على كل حاجة. ومن طريق كلام جريس فهمت العمة بولي انها حبت توماس، لكنها قالت لها ان عمرها ما هتوافق بيها كفرد من العيلة، وفهمتها انها هتقول لتوماس وانها لو ما خرجتش من البلد كلها توماس ممكن يقتلها، وهددتها ان هو لو ما قتلهاش فساعتها هي اللي هتقتلها بنفسها. وفي الوقت ده توماس وبقية العصابة كانوا بيجهزوا للحرب اللي بينهم وبين كيمبر، وقال له جون ان الشرطة انسحبت من المدينة كلها، وفهم توماس ساعتها ان الشرطة هي اللي بلغت عنه الكيمبر. بيكون في الوقت ده المفتش كيمبل بيفهم مأمور الاسم ان محدش يتدخل في حرب العصابات عشان هو قرر يخلص من توماس عن طريق بيلي كيمبر. بيوصل كيمبر ورجالته وبيقابلهم عصابة البيكي بليندرز بالاسلحة، وبيحضر معاهم فريدي هو كمان. وفي الوقت اللي كانت العصابات هتضرب النار على بعض فيه بتيجي ايدا ومعاها ابنها وبتقف في وسطهم وبتحاول تستعطفهم، وبتقول لهم انها لابسه الاسود علشان الناس اللي هتموت في الحرب دي، وقالت لهم انهم حتى لو قرروا يبداوا الحرب فهي مش هتتحرك من مكانها. وبيقول لهم كيمبر انها عندها حق وان مفيش داعي ابدا ان كل الناس دي تموت، وان الشخص الوحيد اللي لازم يموت هنا هو توماس. طلع مسدس وضرب نار على توماس وضرب نار على داني هو كمان. ساعتها كلهم اتصدموا، لكن بيتفاجئوا بتوماس وهو بيضرب كيمبر بالنار، وقال لرجاله كيمبر ان الحرب دي بيني وبينه وانا اللي كسبت، وامرهم انهم يروحوا بيوتهم وان مفيش حد هيكلمه. وبياخدوا توماس عشان يطلعوا له الرصاصه، وبيفرحوا كلهم لانهم كسبوا الحرب، لكنهم بيكونوا زعلانين علشان داني مات. وبيدخل المأمور على المفتش كيمبل عشان يقولوا ان فريدي هرب من السجن وان توماس هو اللي كسب، وعرفوا ان بيلي كيمبر مات. وطبعا لاننا سحبنا كل رجاله الشرطه من الشارع فبالتالي مفيش حد شاهد على اللي حصل، وعلشان كده مش هنقدر نقبض على توماس. واتضايق المفتش جدا لما سمع اللي حصل. بيكون توماس في الوقت ده بيحتفل بنجاحهم في الحرب ضد كيمبر، وبكده تكون عصابه البيكي بليندرز هي الشركه الوحيده القانونيه اللي لها الحق في اداره
وتنظيم السباقات في المدينة. كده يكون انتهى الموسم الأول من المسلسل، ويا رب يكون عجبكم. اللي حابب يتابعنا ويشوف بقية الأفلام اشترك وفعل الجرس.